وزير النقل بوجمع الطلعي لدى نزوله ضيفا اليوم على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى على ضمان رحلات للحجاج الجزائريين ببرنامج مدقق، وأن الخطوط الجوية الجزائرية على أتم الجاهزية والاستعداد لتقديم أحسن الخدمات لحوالي 28 ألف حاج. كما أكد الوزير على عدم وجود أي تأخرات في الرحلات. الجوية الجزائرية عملت برنامج مدقق في الأمر. ما تنسوش بلي راهو في 26 ألف حاج. أظن أنه النظام المعمول به جيد. الرحلات مبرمجة من 4 مطارات: هو وهران، الجزائر، قسنطينة وعنابة. نحن جاهزين والأمر سيمر بسهولة. هذا وأبرز الوزير لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية أنه من المرتقب التوقيع على الاتفاقية مع جامعة أوكسفورد البريطانية في غضون الأسابيع القادمة من أجل خلق مدرسة لتكوين الطيارين سيكون مقرها ببلدية عين البنيان بالعاصمة. ووضح إلى أن المدرسة ستكون جزائرية ملك للجوية ب51% على أن تتولى الجامعة بمهمة تكوين وتلقين الخبرات والتقنيات للطيارين الجزائريين في الدفعة الأولى. نتكلموا على الطيارين في الوقت الحالي فيه عقد ما بين الجوية الجزائرية وأكسفورد الإنجليزية، عقد تكوين 200 طيارة. الدفعة الأولى تاع 60 هي في التكوين الحالي، وأنا قاعدين نتناقشوا مع أكسفورد إمكانية خلق المدرسة هنا في الجزائر، وهي موجودة المدرسة في عين بنيان. احنا حابين نمضي مع اتفاقية انه الدفعات الجايين في العقد الاول نكونوه هنا في الجزائر معهم تحت مسؤوليتهم. اذا نجحنا في هذا الامر كل الطيارين الجزائريين نكونوهم هنا في الجزائر، والطيارين اللي كانت تكون فيهم اوكسفورد بالسابق في انجلترا تعود تكونهم عندنا هنا في الجزائر. البلدان المجاورة طبيعي أنه يجي هنا الجزائر لأن نكونوا اقتصاديا أحسن من البلدان الأوروبية.